نفسك تعملي صينية بسبوسة متكرملة زي بتاعة المحلات بالظبط، نفس اللون البني القمر ده كده، وتطلع بنفس التفاصيل ونفس الطعم الرائع. تعالي اقولك التفاصيل والتركات والخطوات واحدة واحدة. خليكي معايا لآخر الفيديو. جبت طاسة هقولك ونزلت بيها فيها بنص كوباية من السكر، وهعمل ايه؟ هعمل الكراميل للبسبوسة. تعالوا نشوف كده البسبوسة هتتعمل ازاي. بصوا طريقة عظمة جدا. وهنا معايا كوبايتين من السكر علشان تحلية البسبوسة. الكوباية دي كوباية معيارية 250 ملي، تمام؟ او انتي عندك اي كوباية عايزة تعايري بيها عايري بيها. انا حطيت على كوبايتين السكر دول، حطيت عليهم كوباية وربع من المية او كوباية ونص من المية، تمام. ورفعتها على العين اللي من ورا، وجبت السكر يتكرمل مع بعض كده، نشوفه مع بعضينا ونشوف الخطوات واحدة بعد واحدة واحدة. كمان حطيت نص ليمونة في الشربات بتاعي او السيرم او التحلية اللي انت هتسقي بيها البسبوسة بتاعتك. شوفي انت بتسميه ايه عندك، وهو ده اللي احنا بنعمله مع بعض. سبت كده السكر بتاعي يتكرمل. في المرحلة دي او في الخطوة دي مش هبدأ ان انا المسه خالص، ولا ان انا اجي جنبه. بصوا يعني مش هحط اي معلقه، بمسك الطاسه كده وبقلبها يمين وشمال، وببدا ان انا احاول ان انا اخليها آم، يعني تتقلب كويس، بس من غير ما احط معلقه في السكر بتاعي. دي اهم خطوه. وكمان اهم حاجه لازم تستخدمي طاسه تكون ما بتلزقش، وحاجة تاني كمان تكون تستخدمي حاجة فاتحة، يعني طاسة فاتحة، بحيث انك انت تعرفي تشوفي اللون المظبوط للكراميل، علشان تعرفي تفرقي بين لون الكراميل المحروق او ان هو خلاص السكر بتاعك اتحرق، وبين اللون الكراميل التحفة ده اللي احنا وصلنا له مع بعض. بس اول ما شفت اللون كده رحت بدأت كده ان انا ادوب السكر بتاعي، اساعد الكراميل ان هو السكر ان هو يتكرمل كله مع بعضه. شايفين كده؟ خلاص انا كده السكر بتاعي كله داب اتكرمل كده. بقلب فيه وبتأكد ان هو مفيهوش اي حاجة ماسكة في بعضيها، تمام. بتأكد كده وببدأ انزل بالجوانب عشان مفيش حاجة تبقى موجودة هنا ولا هنا. شايفين لون عظمة جدا ازاي؟ هبدأ كده اجيب معلقة من الزبدة وانزل بيها على الكراميل بتاعي. شايفين العظمة؟ طبعا في تكملة بقى ممكن نكملها، بس انا هكتفي لغاية هنا كده بالكراميل بتاعي، عشان انا عايزاه مركز كده، مش عايزة ان انا اخففه. طفيت عليه النار كده ورحت على الرخام عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا الوصفة دي او طريقة الكراميل دي تنفع معاكي للبسبوسة اللي هو دي السميد، وتنفع معاكي لو عندك اكياس من البسبوسة. انا النهاردة هعمل كيسين من البسبوسة مش كيس واحد. الوصفة مدموجة في بعضيها يعني، تمام. ان هما كيسين بسبوسة هحط عليهم 6 معالق من السمنة او الزبدة اللي متاح عندك تقدري تستخدميه. وهحط الخليط بتاعي اللي هو نص كوباية السكر المتكرمل، هحطه على السمنة بتاعتي، تمام. وهنزل بكوباية من الزبادي، وكوباية الزبادي التانية هعايرها لبن. يعني بدل ما انزل بكوبايتين زبادي هنزل بواحدة آه زبادي، ونفس الكوباية الزبادي دي هعايرها لبن وهملاها وهنزل بيها على الخليط بتاعي. تمام كده. ان شاء الله تكون واضحة، وتكون وصفة سهلة ولذيذة عليكم. هبدأ بقى ادمج المكونات كده كلها مع بعضيها واشوف. شايفين اللون بقى التحفة ده؟ بصوا من قبل ما احط دي البسبوسة اصلا شايفين اللون واضح ازاي؟ وهي يعني شارحة نفسها ان هي هتطلع لونها بني كده ومتكرملة زي بتاعت المحلات، زي الجاهزة اللي بنجيبها من بره. هنا بقى انا عندي كيسين زي ما قلت لكم من البسبوسه، اي نوع موجود عندك تقدري تعملي بيه نفس الطريقه. هبدا كده ان انا احط كده كيسين البسبوسه بتوعي، وهبدا اني انا اقلبها كده في بعضيها. بس هنا حطيت انا ربع معلقه من البيكنج باودر، بس انا من رايي انك انت تستغني عنها، لاني كانت خلت البسبوسه هشه زياده عن اللزوم. يعني انت لو استغنيتي عنها هتطلع برضو معاكي البسبوسه تحفه جدا. يعني انا جربتها بيها وجربتها من غيرها، وفي الحالتين كانت عجباني. انا ما حبيتش ان انا اخبي عنك حاجه او اشيل حاجه انا عملتها. حبيت اوريكي كل الخطوات وكل التريكات، بحيث ان انت يعني تتعلمي من الحاجة اللي انا عملتها وما عجبتنيش او فهماني. المهم انا نزلت كده بكمية من البسبوسة، واسفة كده جدا بعتذر، انا ما كنتش واخدة بالي ان الكاميرا مش جايبة الصينية كلها. جبت صينية ودهنتها زبدة او سمنة كويس، وبدأت انزل بنص الكمية بتاعتي من البسبوسة على
في الصينيه، وبدات كده اسويها بايديا، وبليت ايديا بشويه ميه، وسويت السطح كويس قوي، واديتها خبطتين ودخلتها في الفرن. وهجيب صينيه تاني وبرضو هدهنها دهنه سمنه، وهنزل بقى بكميه باقي كميه البسبوسه اللي انا عاملاها دي، وهبدا ان انا برضو طبطب عليها كده بايديا، بحيث ان انا اسوي السطح بتاعي كله يبقى نفس، يعني كل الجناب تبقى نفس السوا، ما تبقاش عندي حته عاليه وحته واطيه. هبدا كده ان انا اظبطها زي ما شايفين كده مع بعضينا، وهبدأ اديها برضو نفس الخبطتين وابل ايديا واسوي السطح بتاعها. هي الخطوات بنعيدها تاني. تمام. شايفين لون البسبوسه متكرمل ازاي كمان لما تقعد في الفرن؟ هي ما خدتش وقت خالص، هي انا شغلت من تحت بس ما شغلتش الشوايه، والنتيجه طلعت بالتحفه والعظمه اللي هنشوفها مع بعض كده دلوقتي. بصوا هنا كده كنت طلعتها، اخدت ربع ساعه بالظبط او 13 دقيقه. شايفين لونها عظمه ازاي؟ والله اللون لوحده حكايه. انا بعتذر جدا، كان نفسي ان انا افتحها معاكم، بس يعني كنت واخداهم كده معايا في حته، فما قدرتش ان انا افتحهم قصاد الكاميرا. كده السيرم بتاعي كده كان خلاص، هبدا بقى اشربهم لغايه لما احس ان هي البسبوسه بتاعتي خلاص اكتفت، مش عايزه سيرم تاني. وهبدا كده اشرب الصينيتين على حسب ما هم عايزين. يعني بصوا كده حطيت حبه اهو، شربته هحط لها حبه تاني، بس هنزل في الصينيه التانية الاول، وهبدا ازقي كمان الاطراف، علشان الاطراف اهم حاجه عندي في البسبوسه. بس كده خلاص الفيديو بتاعي يكون خلص النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، سيبكم في امان الله. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم. لو انتي لسه متابعيني لغايه هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو، وتعملي لي اشتراك في القناه عشان توصلك كل فيديوهاتي، وتفعلي الجرس. بحبكم في الله، واسيبكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بوريكم قد ايه هي طريه وعظمه جدا.